تعالى بقى اقول لك صفقات النادي الاهلي اللي خلصت واللي جايه. النادي الاهلي خلص طبعا زي ما كلنا عارفين يوسف ايمن ويحيى عطية الله، وبنسبه كبيره خلاص اشرف داري خلص. عاوز اقول لك ان الاهلي بنسبه كبيره هتفشل صفقه محمد علي بن رمضان بنسبه كبيره، يعني لان مارسيل كولر مش عاوز يمشي بيرستاو ويجيب مكانه لاعب نص ملعب. مارسيل كولر اتكلم مع اداره النادي الاهلي ان لو هتمشي بيرستاو تجيب لي مهاجم اجنبي بداله. صفقه محمد علي بن رمضان ممكن بنسبه كبيره ما تكملش، وده يعني احنا ورا الاداره وورا كلام مارسيل كولر طبعا. يعني محمد علي بن رمضان لعيب كبير ولاعيب هيفيد النادي كتير، بس انا شايف ان مارسيل كولر يعني كلامه صح، ان انت ما عندكش اجنحه. انت لو مشيت بيرستاوي النهارده النادي الاهلي مش هيبقى عنده اجنحه. هيبقى عندك مين؟ طاهر محمد طاهر ورضا سليم وحسين الشحات، ما عندكش حد تاني. فانت لو هتمشي بيرستاوي بيقول لك جيب لي جناح او مهاجم اجنبي، مع طبعا ان النادي الاهلي يعمل صفقات مصريه. يعني في صفقات مصريه، في كلام عن عبد الرحمن البنوبي من نادي زد، في كلام عن عمر الساعي من الاسماعيلي، في كلام عن زيكو لاعب زد برضو. في صفقات تبادليه جايه كتير جدا ما بين الاهلي وما بين نادي زد. الاهلي محتاج كذا لاعب من نادي زد، زيكو وعبد الرحمن البنوبي، وفي كذا لاعب تاني. في منهم لاعب مساك كمان في نادي زد، بس لسه يعني ما فيش حد يعرف هو مين بالظبط، بس في كلام عن مدافع من نادي زد.